كنا في هذيك مرة وقفنا في قبل السطر الأخير واللي هو حنشبك فيه، حنجيب القطعة الأخرى مثل ما انتم شايفين كنا سولنا فيها السطر الأخير. هنحط واحدة على واحدة بالشكل ده. هون كنا بنشتغل 9، اشتغلت 1 2 3 4 سلاسل. بجيب القطعة الأخرى بنعد 1 2 القطعة الأخرى عفوا 1 2 3 4. في خامس سلسلة بندخل بالشكل ده، يعني بيصير الوجه هون والوجه الآخر هون والقفا من الناحية دي ومن الناحية دي، يعني بنمسكهم ونسوي غرزة حشو ونعد 1 2 3 4، يعني 4 في 1 في 4 صاروا 9. شو حنعمل؟ هنسوي 1 عمود الأول والتاني والتالت والرابع، 4 أعمدة مثل ما انتم شايفين. يعني احنا أول تشبيك هو ده، صارت الناحية دي مع الناحية دي، عفوا الناحية دي مع الناحية دي، وهون في 4 سلاسل. نعد 1 2 ونيجي اللي الناحية الأخرى وهي فيها مثل ما في الأخرى، يعني هون في 4 وهون في 4، هنشبك هون، يعني دي 4 الأول 1 2، هنيجي ل4 اللي هون هندخل نسوي حشو، ثم 1 2 هنروح للأخرى هون حشو بالشكل ده. 1 2 هنروح للشبكة الأخرى 4 سلاسل حشو بهذا الشكل ونستمر في شبكات بس حشو 1 2 حشو لغاية ما نخلص الشبكة. 1 2 سهلة ما في تعقيدات. 1 2 شبكة، يعني من واحدة لواحدة 1 2 شبكة حشو، ثم آخر واحدة وهي دي بالشكل ده، ثم 1 2 شو حنسوي عفوا 4 أعمدة، 1 2 3 4. أسفة لو إني أنزل بإيدي بعض المرات بنسى إني بصور. مثل ما انتم شايفين كيف صارت، شفتوا شبكة، يعني دي هو ده الخط اللي احنا عملنا فيه شو حنسوي 1 2 3 4 سلاسل. هدخل في السلسلة دي بالشكل ده، ثم بجيب الأخرى وأعد 1 2 3 4 خامس واحدة بالشكل ده، وأخرجهم كلهم بغرزة حشو بالطريقة دي. هسوي 4 سلاسل، ثم أجي هنا أعمل 4 أعمدة ونرجع. خلصتها مثل ما انتم شايفين كيف صارت. كيف صار نفس الشيء اللي عملناه في الناحية دي هنعمله هون، سهل. سوينا 4 أعمدة، 1 2 سلسلتين، باجي لدي من المكان ده نسوي فيه حشو، ثم 1 2 باجي هون حشو، ثم 1 2 بروح للمكان الآخر، يعني كده بعمل تشبيك آخر علشان القطعة تمسك في القطعة اللي معاها. 1 2 الإبرة بتاخد وقت، 2
حشو 1 2 حشو في المكان في التشبيك الآخر 1 2 في آخر واحدة واللي هي مع أعمدة حشو 1 2 وهون شو حنسوي 4 أعمدة عفوا 1 2 3 4 شوف 1 2 3 4 4 سلاسل بنيجي لل9 سلاسل بنعد 1 2 3 4 في خامس واحدة نسوي حشو قمة 1 2 3 4 ونرجع نفس المكان ب4 أعمدة 1 2 3 4 وصارت معنا بالشكل ده مثل ما انتم شايفين التشبيك كيف صار رائع كتير. ولو في رابعة هون حيكون في منظر آخر، يعني شكل آخر حيكون في الناحية دي، ومثل ما انتم شايفين كتير رائعة. هنلف اللفة وهي سويتها معاكم في دول، هي دي اللفة الأخيرة هسوي نفسها في دي لغاية ما أوصل لهون ونرجع. وخلصنا الدورة وأجينا لهون وحنقطع الخيط، وهو العدد نفسه اللي هون 1 2 3 4 5 شبكات، هو نفسه 1 2 3 4 والخامسة هي دي. هنقطع وراح نكمل المفرش بنفس الطريقة ونفس التشبيك لغاية ما توصل للعدد اللي بدك إياه، يا أكبر منه يا قد دي 4 يا ممكن تكون بالطول 6 دي أو أكبر منها. ممكن تعملوها مثل يعني صينية الأكل أو لغطاء المائدة أو أي شيء. واستنوني لما نكمل وتشوفوا الحافة، وهو ده آخر سطر